بالنسبة لي كل يوم حد بيبقى كابوس، بس الحد ده هيبقى مختلف. اوكي، واللي يخلي الحد ده مش كابوس زي ايام الحد اللي فاتت هو ان انا النهارده تقريبا ما عنديش زحمه كبيره، ما عنديش حاجات كتير، عندي حاجات بسيطه بس محتاجه تخلص، وفي نهايه اليوم هنعرف هل فعلا اليوم ده كابوس ولا لا. ولكن انا من جوايا عمال اتمنى ان اليوم ده ما يبقاش كابوس، ما يبقاش فيه زحمه، ما يبقاش في نهايه اليوم فيه ضغط، ما يبقاش في نهايه اليوم فيه مشاكل، اليوم يمشي لذيذ كده، اليوم ينتهي بسلاسه، فلحد نهايه اليوم كده هنشوف اليوم هيمشي ازاي. بس على العموم انا صاحي بدري النهارده، ودي حاجه كويسه جدا، عشان الكام يوم اللي فاتوا معرفش ليه انا كنت بصحى متأخر، لكن النهارده صاحي بدري، عملت قهوة، فاليوم لذيذ كده ان احنا نبدأه في السريع. شغالة مش احسن حاجة بس قشطة، يعني اي حاجة ايه معانا كده تسلينا. شغالة. اوكي، تايم تشيك، اتس 2 بي ام، الساعة دلوقتي 2:10 انا عارف، ولكن انا مخلص الساعة 2 على ما عملت القهوة، وفي نفس الوقت الكاميرا كانت اوفر هيت فكنت لازم استناها تبرد، وفي نفس الوقت كانت مهنجة فكانت حاجة رخمة جدا بالنسبة لي. في نفس الوقت بمناسبة التهنيج والكلام ده كله، للأسف الفترة الأخيرة البي سي بتاعي بقى بيهنج بطريقة غبية، وأنا قاعد بشتغل، أنا ما بعملش حاجة، أنا بعمل حاجات بسيطة جدا، لا بيهنج وبقى رخم بطريقه غبيه. ولكن هنتغاضى عن الكلام ده كله، اهم حاجه ان الشغل بتاعنا بيخلص. دلوقتي خلصت ايديت الفلوج اللي هينزل النهارده، خد ساعتين تقريبا، وبعدين عملت قهوه، حبيت ان انا ايه اروق دماغي كده على ما الفيديو يخلص ريندر، وبعدين خش في الحاجه التقيله بقى بتاعه النهارده اللي لازم هتخلص، يعني هتخلص وهينزل النهارده، يعني هينزل النهارده سواء انزله 4G او هنزله من النت بتاع البيت او هنزله من عند وي، هينزل يعني هينزل. شغالة مش أحسن حاجة بس شغالة. أنا عارف إن أنا قلت كده الصبح، وقلت كده امبارح، وقلت كده أول امبارح، ولكن على طول أقول كده لحد ما أظبط. بس على العموم خلص قهوتي كده ونخش في الحاجة اللي بعد كده. اوكي، اعتقد كده احسن بكتير جدا من البدايه كده، يعني بعد ما حلقت وظبطت الدنيا احسن بكتير. ان شاء الله الاقي حلاق لشعري، بسبب ان انا كرهت اروح عند حلاقين لدرجه ان انا عايز احلق ومش عايز اروح لاي حلاق الصراحه، فافكر اشيل شعري خالص، يعني اعمل باسكت وكده. ولكن المشكله في الباسكت ان لو التحديده بتاعتها مش تمام بتبقى الباسكت كلها بايظه جدا وبيبقى شكلها وحش جدا، فانا مش عارف الصراحه اعمل ايه، ولا اروح عند حلاق مين والكلام ده كله. فانا قررت في النهايه ان انا مش هروح الا لما دماغي تجيبني، اللي هو تعالى روح احلق دلوقتي، فانا اروح عند حلاق عشوائي واجرب. بس المهم دلوقتي ان الفلوج بتاع النهارده خلص ريندر، نخش بقى في الحاجه اللي بعد كده، واللي انا اعتقد ان هي هتاخد وقت كتير، وان شاء الله ما تاخدش وقت كتير. الساعه دلوقتي داخله على 3، ان شاء الله الحق اخلص مثلا على 5 عشان الحق بس اعمل ابلود الفيديوهين دول وكده، فهشتغل باقصى طاقه عندي دلوقتي. تايم تشيك راوند 2 it's 5 p.m. like I said before I will finish at 5 p.m. وانا موجود دلوقتي بعد ما خلصت. حاليا الفيديو بيعمل ريندر، حقيقي معجب جدا بالنتيجه اللي طلعت، ولكن كان نفسي اعمل فيديو غير ده، ولكن ستيل الفيديو عجبني جدا، النتيجه اللي طلعت عجباني جدا، طريقه الايديت عجباني اكتر، في شويه حاجات كده كنت عايز اعملها ولكن الجهاز ما كانش مساعد، والوقت ما كانش هيبقى مساعد، خصوصا ان كل ما كنت اعملها الجهاز كان بيكراش وكان حاجه رخمه جدا، فاضطريت في الاخر ان انا اروح مع النسخه دي، ولكن النسخه دي ممتازه جدا بالنسبه لي. لكن شويه الحاجات الاضافيه دي بقى نبقى نعملها بعدين لما نجيب جهاز تاني وجهاز اقوى من ده. ولكن كويس ان الجهاز شغال معانا وبيعمل كل اللي احنا عايزينه منه، او بيمشينا على الاقل. المشكله بقى بالنسبه لي ان انا هقعد دلوقتي نص ساعه كده ارتاح على ما الفيديو يعمل ريندر وكده، وبعدين هنزل اعمل له ابلود. لو النت مقفول انا حرفيا هتسوح، بسبب ان الفيديوهين دول ان انا اعمل لهم ابلود 4G هيبقى مكلف جدا وهيبقى بطيء كمان. يعني المشكله في ال 4G مكلف وبطيء. سرعه ال 4G عندي على خطين، كل خط فيهم بيديني، في اللي بيديني 2.1 ميجا بايت، في اللي بيديني 3،
3. فسرعات بطيئه جدا. لو بيديني اعلى من كده، لو بيديني مثلا 6 ده يبقى كويس جدا، ولكن للاسف هي دي السرعات الموجوده عندنا في مصر، فلازم اتماشى معاها وكده. ولكن انا بتمنى ان النت يكون شغال. بس من دول فيديوهين فحجمهم هيبقى كبير وهتبقى حاجه رخمه، ولكن خلينا متفائلين خير. اول لما انزل هنشوف بقى الدنيا هيبقى فيها ايه، ولكن ان شاء الله اول لما انزل النت هيكون مفتوح فاقدر ارتاح شويه. بسبب ان انا تعبت جدا. الفيديو خد تقريبا ساعتين الا ربع، ساعتين الا حاجات بسيطه، فيعني خد وقت كتير، ولكن اهم حاجه النتيجه اللي طلعت معايا. النت كان شغال، ولكن بسبب العيال الكتير اللي كانت واقفه قفلوه في الاخر. للاسف مفيش امل. حاجه رخمه وقله ادب الصراحه اللي بيحصل ده. النت يكون شغال وبعدين يفصله، والفرع التاني النت بايظ فيه. ولكن الواحد كده اتعود، فاهمين يعني. انا كده انا متضايق اكيد، ولكن انا كده متعود، مش متضايق، مش واخد الموضوع جوايا، او اللي هو عادي فاهم. ما انت هتعمل ايه؟ ما انت متعود على كده، ما انت عارف ان ده لازم يحصل، ما انت عارف الدنيا ماشيه هنا ازاي وكده. فعشان كده قررت ان انا الساعه كده وهنزل، وفي نفس الوقت هكون بعمل لهم ابلود من عندي من البيت هنا. كده مش هيلحقوا ينزلوا في خلال الساعه دي، هينزل مثلا من كل واحد بتاع 10% ولا حاجه، فمش هتبقى فرق قوي. لما انزل لو النت شغال هعمل ابلود واخلي حد يفصل البي سي من هنا وكده، ولكن في الاغلب مش هيبقى شغال بعد الساعه دي. في الاغلب على ما اعتقد يعني مش هيبقى شغال، فهي تجربه وخلاص، فاهمين يعني. هنزل اجرب، شغال مش شغال خلاص. توقعت النت كان مفصول، وده شيء عادي جدا وده شيء طبيعي جدا. ولكن في تصحيح لمعلومه انا قلت ان انا اخلي حد يفصل البي سي. انا مش فاهم ازاي ما جاش في دماغي ان انا ممكن الغي الابلود ريموتلي عادي جدا. مش عارف ليه الصراحه ما جاتش في دماغي وانا كنت بصور الفيديو كده. ولكن اول ما رجعت اتفرجت على الفيديو فجاه ببص لقيت ان انا قلت ان اخلي حد يفصل البي سي. وات يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ ولكن لا، انا عادي كنت اقدر الغي الابلود ريموتلي عادي جدا واعمل ابلود من فراوي، ده في حال اذا كان النت شغال. ولكن النت ما كانش شغال، هنضطر ان احنا هنكمل 4G دلوقتي. اوصل موبايل بالبي سي، اخلي البي سي ياخد انترنت من الموبايل واشغل 4G، نشوف بقى خط مين اللي هيدينا نت احسن. للاسف. وفي نفس الوقت وانا موصل الموبايل بالبي سي عشان اديله انترنت وكده، هقعد اعمل الثامبنيل بتاعت الفيديو اللي ينزل على القناه الاساسيه، بسبب ان انا ما عملتهاش. انا معايا واحده، ولكن الخطه بالنسبه لي ان انا هعمل 3 ثامبنيل. ليه الصراحه مش عارف، ولكن انا جايه معايا كده، جايه في دماغي كده. 2000 years later. تايم تشيك راوند 3 11:54. للاسف الوقت عدى بسرعه كبيره جدا. انا اول لما جيت من بره النت ما كانش شغال والكلام ده كله، لكن ما قدرتش اصور اي حاجه. قعدت تقريبا ساعه راحه، ساعه ونص راحه، وبعد كده رجعت اكمل شغل تاني. النهارده خلصت حاجات كتير جدا. من 9 حاجات عندي خلصت 7 حاجات. ده بالنسبه لي انجاز كبير جدا. اليوم ياخد 10 من 10. اليوم النهارده ما طلعش كابوس زي ما انا كنت متخيل، بل بالعكس اليوم طلع لذيذ جدا. ولكن كان يوم متعب جدا، اشتغلت فيه كتير، عملت فيه حاجات كتير، مبسوط بالحاجات اللي انا عملتها. كنت قلت لكم ان الفيديو بتاع القناه الاساسيه النهارده هعمل له 3 ثامبنيل واقعد ابدل بينهم وكده، ولكن في الاخر طلع معايا 2 ثامبنيل دول اللي انا فعلا راضي عنهم واللي عاجبيني فعلا. طار بينهم اخد تاني، حطيت واحده دلوقتي. وفي نفس الوقت سالت الناس على الانستجرام ايه افضل صوره بينهم. انا كده واخد رايي، بس لازم اخد راي الناس برضو. على العموم ممكن تشوفوا الصور دي هتلاقوها على الانستجرام، ولو انت مش عامل لي فولو هناك لازم تعمل لي فولو هناك، في حاجات كتير بتنزل. ولكن حقيقي اليوم النهارده على قد ما هو حلو جدا، على قد ما هو كان متعب جدا. انا بالنسبه لي مبسوط لما بشتغل كتير وبتعب كتير، بسبب ان انا معرفش، انا بحب كده. ممكن تكون الراحه بالنسبه لناس كتير حاجه حلوه، ولكن انا بحب لما اتعب واعمل حاجات كتير، ولما اشتغل على فيديو وفي الاخر اتفرج على الفيديو ده والفيديو يعجبني، فعلا ببقى مبسوط من جوايا ان انا عملت الفيديو ده. لما اشتغل على ثامبنيل مثلا، اقعد ربع ساعه على ثامبنيل ولا نص ساعه، وفي الاخر الاقي الثامبنيل دي قدامي، ببقى مبسوط ان انا عملت الثامبنيل دي، ببقى مبسوط ان انا عملت ده. النهارده اشتغلت على 2 يوتيوب فيديو، الاثنين انتهوا. اشتغلت على الفيديو اللي ينزل الاسبوع الجاي على القناه الاساسيه، الفيديو بس ممكن بكره ابدا تصوير او بعد بكره، بس على العموم في الاغلب هبدا تصوير بكره. فحقيقي اليوم النهارده زي ما قلت لذيذ جدا، حلو جدا. بس تعرفني يومك النهارده كان عامل ايه؟ في حاجه بالنسبه للناس اللي كملت لحد هنا، في كميه حاجات هتيجي الفتره الجايه. الكلام ده المره دي اكيد في كميه حاجات جايه الفتره الجايه، انا متحمس لها جدا، وهتبقى حاجات
جامده جدا ان شاء الله. الحاجات دي اكيد مفيش بقى احتمالات والكلام ده، لا الحاجات دي اكيد، فانا متحمس جدا ليها. فبس دي كانت كل حاجه النهارده، اشوفكم بكره، سلام.